العوامة أو الزلابية أو لقمة القاضي، شو ما تسموها سموها، بس هي كتير كتير روعة وزاكية. تعالوا نغير عن القطايف ونعملها، أكيد بنشتهيها كلنا في رمضان، لذيذة وسهلة وشهية. خليكم مع الفيديو حبايبي. يا أهلا وسهلا فيكم جميعا، نورتوني. رمضان كريم عليكم. تعالوا نحضر حلو سهل وسريع كتير بنحبه وبنرغبه، اللي هو الزلابية أو العوامة أو شو ما تحبوا سموه، كل حالاته هو كتير حلو. فيلا تعالوا نبلش. في البداية هون راح نحتاج إلى كوب سكر حتى نحضر القطر. لازم القطر يكون معكم بارد والعوامة سخنة، أو العكس، العوامة باردة والقطر سخن. تمام. فبالبداية لازم نجهز القطر. لكل كوب سكر راح نحتاج كوب ونص مي عادية. تمام. يلا خلينا نحضرهم. بسم الله. وهذا نص الكوب الباقي. هلا راح احط لهم عصرة نص ليمونة. طبعا ما نحط الليمونة كلياتها من قيم البزر، اهم اشي حتى ما يصير القطر طعمه على حموضة، عرفتوا؟ هلا رح اضيف الفانيلا، وحتى تحصلي على اللون الاصفر في ناس بيضيفوا الزعفران للقطر، بضيفوه فبعطي العوامة لون اصفر يكون غامق كتير، فهذا السر في لون العوامة كمان. والفانيلا البودر، واتركهم على الغاز يغلوا. تعالوا شوفوا القطر. طبعا تركته انا هنا شيء يعني تقريبا بس 10 دقايق لحتى صار هيك مثل ما انتم شايفين. هلا هو عم بيغلي، طفت تحتي وانتهى. هيك لازم يكون معكم. ويلا خلينا نحضر العجينة. راح استخدم هذا الدلو، عجبني كتير، او الجات شو ما تسموه سموه، حتى نحضر العجينة. ويلا خلينا نبلش بمقادير العجينة. بس ما تنسوني حبايبي من اللايك يسعدكم. ويلا خلونا نكمل المقادير. هلا بنفس الكوب اللي استخدمناه رح اعير الطحين او الدقيق. رح احتاج الى كوبين طحين. ممسوحين. وهذا الكوب الثاني. سجلوها المقادير كتير مزبوطة. هلا رح احتاج عليهم 3 معالق سكر. تمام. اسفة. طبعا فيك تزيدي او تقللي حسب الرغبة، بس هيك كان كتير مناسب. عليهم رشة ملح. هذا هو المقدار. عليهم معلقة كبيرة خميرة. خلطهم حتى تتداخل المكونات مع بعض. عليهم معلقة كبيرة نشا، بتكون مليانة مثل هيك جبلية. تمام. خلطناهم كتير منيح. هلا رح اضيف الفانيلا. رح احتاج معلقة من الفانيلا، بعطيها الطعم كتير كتير روعة. خلطتهم كتير منيح. هلا رح احتاج الى البيكنج باودر تقريبا نص معلقة صغير. هلا بفرجيكم الكمية رح احتاجها. هذا هو الحجم، يعني حتى اقل من النص، ربع، عرفتوا؟ ربع معلقة صغيرة تقريبا. وهون لحتى احصل على اللون الاصفر رح اضيف من الكاسترد. احتاج الى معلقة كبيرة. فيكم تستخدموا الكركم، عرفتوا؟ ما بعطي طعم بس بعطي لون. اذا مو متوفر كاستر بمنتهى السهولة. وفيكم تستبدلوا معلقة الكاستر بمعلقة نشا، بصيروا معلقتين نشا. فانا استبدلت معلقة ثانية في الكاستر، ما هو زيه زي النشا الكاستر، بس بفرق انه عليه لون. تمام. هيك خلصنا من النواشف، خلونا مع السوائل. بس ايش رأيكم بالدلو او الجات؟ فعلا حلو، شكله مثل الفنجان، كتير كتير عجبني. هلا رح احتاج الى كوب ونص مية.
ففي البداية رح أضيف الكوب، وطبعا المي لازم تكون دافية معكم، ولازم ما أضيفها كاملة، رح أضيفها بالتدريج مع العجن أو الخبط للعجينة. هلا بتشوفوا كيف، حتى إني أدخل الهواء في العجينة وتكون معكم يعني نافخة ومطاطة، مو مطاطة يعني نافخة وإنها ناجحة مو مطاطة. هلا فرجيك كيف لازم يكون معكم القوام تبع العجينة. نضيف شوي شوي مية بالتدريج ونعجن، ما نضيف كل المية حتى نشوف شو حاجة الطحين للمية، لأنه من طحين لطحين بفرق، أو دقيق، في ناس بسموه دقيق. هي هيك خلصنا الكوب الأول. طبعا في البداية بتكون معكم العجينة يعني صلبة أو مثل هيك متماسكة. وهلا رح أضيف نص الكوب الثاني، برضو بالتدريج مع الخلط. هذه هي الطريقة، هيك بندخل يعني نعطيها خبطات للعجينة هيك. بضل اني اضيف المي لحتى اصل لانا القوام اللي بدي اياه، يعني تكون عجينة متماسكة. هلا فرجيكم كيف لازم تكون، وما يكون فيها تكتلات. كل هاي التكتلات رح نقيمها مع الخبط مثل هيك، شايفين؟ حتى ادخل هواء للعجينة. بضل هيك اخبط على العجينة، استغفر الله، يعني هيك اخبط بالمعلقة للعجينة هيك مثل ما انتم شايفين، مو اخبط على العجينة يعني الواحد صايم مثل ما انتم شايفين هيك، حتى ندخل الهواء للعجينة حتى انها تختفي هذه التكتلات. يعني بضل شي دقيقتين، عرفتوا؟ هيك تمام. اتبقى معي هذا الربع من المية، نفس الكوب اللي عيرت فيه الطحين، يعني اخذت معي يعني كوب واقل من النص، عرفتوا؟ هلا ايش بنعمل؟ بنتركها تخمر في مكان دافئ. راح اغطيها واتركها نصف ساعة حتى انها تخمر، وبعد هيك نرجع معكم مع طريقة التحضير. وهلا بعد ما خمرت رح اخرج من الهواء، يعني هيك بس اخفقها شي مرتين ثلاث زي ما انتم شايفين هيك تمام. هلا رح افضيها بكيس حلواني، فيك تستخدمي اي كيس عندك او كيس تفريز، تمام. ورح نخزها من هون ورح ابلش اقلي فيها بهذا الشكل. راح اقصها وبلش اقلي فيها. طبعا حطيت مقلايه على الغاز حتى انه يحمى الزيت، وبصير بهيك المقص اسقط القطع حتى تطلع معي صغيره، وفيك تكبري القطع معك، شايفين؟ هيك بتطلع، بضمن لك انها تطلع كلها قد المقاس اللي بدك اياه، صغير كبير وسط اللي بدك اياه. وهيك خلصت الكميه مثل ما انتم شايفين، عملت الحجم الصغير والحجم الكبير. هلا اول ما اقيمهم يعني حقلبهم تقلبتين، وبعد هيك رايحه على السريع احطهم بالقطر. لازم هم سخنين نحطوا بقطر بارد حتى انهم يتشربوا من القطر. يعني انت الك الخيارات، في منهم بيعملوه بالمعلقه وفي منهم بيعملوه بالخيط، بحطوا خيط وبصيروا يقطعوا العوامه العجينه وبيعملوه دوائر. يعني انت شوفي شو الاريح لك واعمليه. بالنهايه كله زاكي وطعمه لذيذ، سواء كان شكله يعني مش ظابط او شيء، بس شكله طعمه كثير روعه، بنصحكم تجربوه. هلا راح اقيمهم واحطهم بالقطر على السريع، وبعد هيك بنقدمه. طبعا هون درجة التحمير شو ما بتحبوه حمروه، بتحبوه يعني احنا بنحبه كتير كتير يعني احمر، فاحنا عشان هيك انا حمره كتير يعني زيادة شوية. بس
راح احطه بالقطر وهيك خلص. وشكرا للمتابعة، ودمتم في صحة وسلامة، واستنوني في فيديو جديد، ومع السلامة.